السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا فضيحة من العيار تقل من طرف النظام الجزائري من جديد. الفضيحة اللي عبارة عن تكريم شخص يدافع على البوليساريو والانفصاليين. وفي تفاصيل الخبر متابعينا الكرام، كرمت جمعية جسور السلامة الجزائرية تحت لواء وتسيير الكبران الأول الشنقر السعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد التبون المستشار السياسي الفاسد وعضو جمعية الانفصاليين الوهمية والفلسطيني الشيلي السيد ستيفان سيلفا بسفارة الجزائر والنظام الجزائري الفاسد التي تعتقد بأنها الجمهورية الانفصالية الوهمية. هذا التكريم الذي حضره سفير الجزائر بالإضافة إلى رئيس الجمعية يوسف مشرية وشخصية جزائرية سياسية وثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات التي أرسلها الكبران الأول الشنقر السعيد لحضور هذا التكريم الفاشل لهذا الشخص الذي ينتمي إلى عصابة البوليساريو الانفصالية. التكريم الذي يصادف السنة السابعة لرحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان فرصة لحضور هذا الأخير لهذا التكريم الذي كان عبارة عن فضيحة من العيار الثقيل لا سيما من طرف النظام الفاسد. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى انكم تشاركونا آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم إلى فيديو جديد.